عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بوصفة هايلة متاع بيتي فور باللوز. في بالي التوانسة الكل يحبوه كبار وصغار، باش نشوفوا مع بعضنا الوصفة الأصلية متاع الزمان الزمني وباش نعملوه بطريقة ناجحة. أسهل منها ما فماش، تجي يبسة شوية من برا ورطبة تعمل كيف من الداخل فريمون كيف ما نشريوه من الأسواق. باش نعطيكم إن شاء الله المقادير بالتفصيل، جوست اقعدوا معايا تابعوا الفيديو للاخر وما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. ونتعداو توا للمكونات متاعنا. بالنسبة لمكونات البيتي فور متاعنا باش نستحقوا بالضبط 3 مكونات، في بالي اقل من هكا ما فماش. باش نستحقوا 200 غرام لوز، انا عندي اللوز افيلي باش نرحيه حتى لين نردو بودر يعني دقيق، والا نجمو نشريوه حاضر مرحي بطبيعته هكا ولا هكا. ندخلوه شويه للفور على 130 درجه باش اذا يبدا مندي شويه ولا حاجه تنحى منه نداه. جوست نردو بالنا يعني ما نخليهوش حتى لين يحمر برشا. دوب اللي يبدا لونه يتبدل شويه نحركوه ونطفيو عليه الفور. وعلى 200 غرام لوز باش نستحقوا 80 غرام سكر محور. لازم يبدا محور، راهو ملازموش يكون كعب. تجموا تعملوا ما بين 80 و 100 غرام، اللي يحب ينقص شويه سكر يعمل كيفي. 80 غرام فيه 1000 بركه. وجبت زادة أبيض البيض اللي آمس بظلي من الكريم موسلين، وكانت تفكروا هكاكا حتى شيء ما يتلوح. هو راهو على 200 غرام لوز نستحقوا ما بين 1 وإلا 2 أبيض بيض، تو ديبون من حجم البيضة كبيرة وإلا صغيرة. واللوز ساعات يجي يشرب، معناها انتم بداو بأبيض بيضة أكاهو، وبعديك إذا استحقيتوا تجموا تزيدوا أبيض البيض الثاني. وعندي زادا كعيبات لوز، جبتهم باش نزين بيهم. انا باش نحطهم كعب كاملين، انتوما راهو تجموا تقصوهم طريفات صغار وترميهم فوق كل كعبه طريف لوز. زادا نستحقوا البوشادوي، حاجه مهمه ياسر. ما نجموا نعمل بيتي فور كامل بالبوشادوي. لا محاله عندي متاع الكريمه، اما كمان باش نستعملها خاطر هي نورمالمون متاع البيتي فور تبدا اكبر. انا الحق عندي هذه الصغيره، اما باش نستعملها ونعمل بيتي فور كمان. ونتعداو توا لطريقه التحضير. اون فوا رحيت اللوز متاعي بالباهي باش نبدا توا نخلط في المكونات. اول حاجه نصبوا اللوز المرحي، جانسيست بيان راهو لازم يكون دقيق. من بعد باش نزيدوا السكر المحور، ومن المستحسن نصفيوه قبل ما نزيدوه، ونخلطوهم زوز مع بعضهم بالباهي حتى لين تحصلوا على خليط متجانس، وما بقاش نفرقوا ما بين السكر واللوز. اذا فما كعابر لوز والا كعابر سكر راهو لازمنا نفتفتوهم ونحلوهم بالباهي، على خاطر اذا نزيدوا ابيض البيض والخليط ما يبداش مخلط بالباهي راهو باش يقعدوا بلايص فيهم السكر وبلايص فيهم اللوز، ومن الاول ما نبداوش مريقلين. وباش نبداو توا نزيدو في ابيض البيض. انا راهو عندي متاع قداش من بيضه، اما انتوما راهو تبداو بالبيضه خاطر انا هذوكم معناها قداش من وحده حطيتهم مع بعضهم. انتوما تبداو بالوحده تعملوا على الاول ابيض بيض. تحطوا الاصفر دو كوتي، معناها ما تخلطوهوش معاهم. اون فوا العجنه حسيتوها ما تلمدت لكمش، وقتها تزيدوا الابيض البيض الثاني. وراهو لازم العجنه نتاعنا تبدا مرتاحه، يعني ما هيش شايحه ياسر وما هيش زاده مبلبزه ياسر، مرتاحه. سيي توا كملنا خلطناها، ما يقعد لنا تو كان نحطوها في البوشادوي. دونك كيف ما قلت لكم انا راهو ما عنديش بوشادوي متاع بيتي فور هذيك اللي تبدا خشينه. عندي هذه جويده كمان قلت لكم باش نعمل بها، وانتوما بعديك عينكم ميزانكم. هو راهو من المستحسن تعملوا بالخشينه معناها. قعدت بعديك نشكل في الكعيبات متاعي، نحاولوا نعملوهم ليهم كبار ياسر وليهم صغار ياسر متوسطين، ونحاولوا نعملوهم الكل فرد شكل وفرد حجم هكاك. بعديك في الطياب ما تقعدش واحده طايبه والاخرى نيه، يعني كلهم يطيبوا فرد طياب. حبيت زيد نصور لكم على جنب باش نوريكم شنو المنظر. حاولت كلهم نجيبهم كيف بعضهم كيف ما قلت لكم، وبعديك باش نزينهم بكعيبات اللوز والا شطار كيف ما تحبوا انتوما. ولازم نخليهم يرتاحوا سويعة من زمان قبل ما ندخلوهم للفور، هكيكا يعملوا هيك القشرة الفوقانية ويجيو يابسين شوية من برا ورطب يعملوا الكيف من الداخل. وبعديك ندخلوهم للفور على 160 درجة ما بين 15 و 20 دقيقة. انتم عندكم ميزانكم كل واحد والفور متاعو حتى لين يحمروا بالباهي. انا خليتهم بالضبط 20 دقيقة وشعلت عليهم جست شوية من الفوق باش يحمروا شوية وكهو.
وبعديكا باش نستحفظوا عليهم نحطوهم في حكة باللار بعد ما يبردوا بالباهي بالباهي، ونسكروا عليهم تبدا حكة دو بريفيرونس ارميتيك، هذيك اللي متخليش الهواء يدخل، هكاكا يقعدوا لكم فرشكين قد ما تحبوا تشتهيو. هكاكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، طيبت قهوة عربي وهكاكا كملت القاعدة. نتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم، انا عجبتني على الاخر. نتمنى تجربوها وتعطيوني رايكم. ملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش كالعادة تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. بسلامة.